لو بتدور على لابتوب باعلى امكانيات لشغل الجرافيك والجيمنج واقل سعر ممكن تلاقيه موجود في السوق، يبقى الام اس اي جي اف 66. عايز تعرف اكتر؟ كمل معانا الحلقه للاخر، ولو عجبك المحتوى ما تنساش لايك وسبسكرايب، ويلا بينا. السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. الجهاز اللي معانا النهارده هو من شركه ام اس اي. شركه ام اس اي موجوده من سنه 1986. مين فينا ما جابش جهاز من شركه ام اس اي او كيسه زمان جدا؟ والاجهزه دي كانت منتشره جدا في مصر في وقت من الاوقات، بس حاليا طبعا بسبب اللي بيحصل في السوق العالمي الاجهزه دي ما بقتش منتشره عندنا قوي، لان كمان اسعارها تعتبر اغلى سنه من الاجهزه اللي منتشره عندنا زي اتش بي او ديل. الجهاز اللي معانا النهارده هو ام اس اي جي اف 66 كاتانا. الفئه دي لما شركه ام اس اي عملتها عشان تمسك العصايه من النص، تجيب لك جهاز بامكانيات عاليه جدا باقل سعر ممكن تلاقيه في السوق بالامكانيات دي. الفئات اللي موجوده في الجهاز اللي معانا النهارده بشكل سريع مفصل. هو رقم واحد بينزل بيه بروسيسور i9. يعتبر اعلى بروسيسور تقريبا موجود في اي لابتوب دلوقتي موجود في السوق، وطبعا هو اعلى من الاي 7 بكتير. انت لو عايز لابتوب باداء عالي جدا مش هتلاقي اعلى من الاي 9 جيل 12900 اتش. البروسيسور ده اداؤه محترم جدا وقوي جدا، يقدر ان هو يشغل لك اي برنامج باداء فوق الممتاز. يبقى دي اول نقطه معانا، نقطه البروسيسور. ثاني نقطه كلنا لازم نسال عليها طبعا هو كارت الجرافيك. كارت الجرافيك اللي نازل في الجهاز دوت هو ار تي اكس 3070 تي اي. ار تي اكس 3070 تي اي الفعل بتاعه بيبقى 8 جيجا، وده يعتبر الكروت بدايه الكروت العاليه. فانت لو بتفكر في كارت عالي اتكلم مثلا بدايتك في الار تي اكس هو 3050 يعتبر 4 جيجا، 3060 6 جيجا، 3070 8 جيجا. فبدايتك في الحاجات اللي تقريبا كده هنقول عليها فئه عاليه هي ال 3070 اداؤه قوي جدا، يقدر ان هو يشغل لك اي لعبه انت عايزها وانت حاطط رجل على رجل، يقدر يشغل لك اي برنامج انت عايزه وانت برضه حاطط رجل على رجل باداء فوق الممتاز. بالنسبه للتبريد في الجهاز ده تبريده ممتاز جدا. هو بينزل بفانتين، فانا هتلاقي حجمها كبير شويه فانا اصغر. تبريد الجهاز فوق الممتاز، فمش هتقلق من ناحيه ان انت لو شغال فترات طويله الجهاز ممكن يسخن منك او يهنج. ودي نقطه مهمه جدا لاي حد بيفكر ان هو يشتري جهاز جيمنج عشان خاطر مش عايز الجهاز يسخن منه او يهنج او يتعب. الجهاز ده ما فيهوش الكلام ده، الجهاز ده يقدر يشتغل معاك فترات طويله باداء فوق الممتاز. فكده اتكلمنا عن البروسيسور، اتكلمنا عن كارت الشاشه. هنتكلم دلوقتي كمان عن الرامات. الرامات اللي نازله في الجهاز ده برده التكنولوجيا بتاعتها تعتبر احدث حاجه دلوقتي موجوده في السوق. نزل برامات دي دي ار 5. الرامات الدي دي ار 5 رامات تعتبر احدث حاجه موجوده في السوق كتكنولوجيا، لان هي تقدر من خلالها تحط كميه رامات اعلى بكتير من اللي بتحطها في دي دي ار 4. اقل رامه موجوده دي دي ار 5 اصلا موجوده في السوق حاليا هي 8 جيجا. انت عندك دي دي ار 4 ممكن تلاقي 4 جيجا، فانت عندك رامات الدي دي ار 5 ممكن توسع وتزود الرامات فيها بشكل اكبر بكتير، الضعف كمان عن الدي دي ار 4. وده طبعا هيديك قوه اعلى للجهاز وسرعه اعلى للجهاز. الميزه دي تضاف برده للموديل اللي جاي معانا النهارده. نتكلم طبعا برده عن تكنولوجيا الهارد ديسك. الهارد ديسك اللي نازل معانا اكيد زي كل الاجهزه الحديثه دلوقتي هو هارد ان في ام اي، والهاردات دي طبعا هاردات سريعه جدا. الهارد اللي جاي معانا النهارده في الجهاز ده هو 1 تيرا ان في ام اي. الهارد ده سريع جدا، بيخلي الجهاز ردة فعله اعلى واسرع واقوى بكتير. طبعا كل الاجهزه الحديثه دلوقتي بقت تتجه لتكنولوجيا الهارد ديسك الان في ام اي. هاردات الاس اس دي طبعا الهاردات دي بتخلي الجهاز اقوى بكتير واداؤه اعلى بكتير. ومن النقط المهمه جدا اللي لازم نتكلم عليها هي نقطه السكرين. الشاشه اللي جايه معانا النهارده 15.6 فول اتش دي 1920 في 1080 اي بي اس، وكمان 240 هرتز. 240 هرتز يعني هتخليك مفيش اي لاج مفيش اي هانج، وهيكون الاداء بتاعها عالي جدا بالذات مع الناس اللي بتلعب جيمز وعايزه مثلا لو هي بتلعب العاب زي ببجي او حاجه شوتر يبقى في عندها رده فعل عاليه ومفيش اي هانج ومفيش اي لاج. الميزه دي تضاف للجهاز اللي موجود معانا النهارده. طبعا ده غير الشاسيه والماتيريال بتاعت الجهاز اللي هي ما تعتبرش بريميوم، بس شاسيه وماتيريال محترمه جدا 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 تقدر تعيش معاك وتستحمل معاك. طبعا الكيبورد اللي جاي معانا في الجهاز ده هي كيبورد باك لايت وكيبورد ميكانيكال. طبعا الاضاءه بتاعتها كلها ال اي دي. كيبورد ممتازه وشكلها حلو جدا والشغل عليها ممتاز. التراك باد طبعا مش حجمها كبير زي الاجهزه الحديثه، لان معظم الاجهزه الحديثه دلوقتي بيخلي لك التراك باد حجمها كبير شويه. التراك باد هنا اصغر، بس مش معنى كده ان هي وحشه، لا التراك باد ممتازه. الاكريت بتاعها عالي جدا ودقيقه جدا في الشغل، ومش هتهنج معاك وهتعلق معاك او تحس ان هي ادائها متوسط او قليل، لا ادائها فوق الممتاز. بالنسبه للكاميرا طبعا الكاميرا بتنزل في الجهاز هنا فول اتش دي. بالنسبه لمخارج الجهاز فيه معظم المخارج الاساسيه اللي كنا بندور عليها، فهنبص بشكل سريع على المخارج اللي جايه في الجهاز اللي معانا النهارده. تلاقي ان الجهاز جاي معاك من الناحيه اليمين واحده يو اس بي 3 واحده يو اس بي 2، وهتلاقي طبعا مخرج الباور بتاعك. هتلاقي كمان موجود في الجهاز هنا مخارج التبريد، فعندك مخرجين تبريد لان زي ما قلنا الجهاز فيه فانتين، فانا موجوده هنا اهو فانا موجوده في الاخر. والتبريد بتاع الجهاز ممتاز، ما تقلقش منه لو انت اشتغلت على الجهاز فترات طويله. من النقط المهمه جدا اللي مش هتلاقيها دلوقتي في معظم الاجهزه الحديثه ان الجهاز ده جاي بمخرج لان. طبعا نقطه مهمه بتفرق مع اي حد عايز ياخد اعلى سرعه من الانترنت. طبعا مخرج اللان يعتبر يديك احسن سرعه واحسن بكتير جدا من الواي فاي. ونتكلم برضه عن بقيه المخارج الجهاز في اتش دي ام اي، في تايب سي، في واحده يو اس بي 3 ثانيه، وفي مخرج الاي اكس. فطبعا انت كده خلاص عندك كل المخارج الاساسيه اللي كلنا بندور عليها، وهتلاقي ان الكلام ده هيحل لك معظم مشاكلك. لو انت عايز توصل اي حاجه على الجهاز مش محتاج ان انت تشتري كونفرتر، مش محتاج ان انت تشتري اي حاجه عشان توصل المخرج اللي انت بتدور عليه. والنقطه دي مهمه وتضاف برضه للجهاز اللي معانا. وفي نقطه مهمه جدا برضه لازم نتكلم عليها ان الجهاز ده مصمم ان انت تركب له هاردين ان في ام 2 مش هارد واحد بس. فانت اوريدي عندك هارد واحد وممكن كمان تزود معاه هارد تاني، ودي نقطه مهمه جدا لاي حد بيدور على مساحه اكبر للهارد ديسك عشان يخزن بياناته بدل ما
تشتري هارد اكسترنال او حاجه خارجيه، والنقطه دي تضاف برده للجهاز اللي معانا النهارده. وبالنسبه لوزن الجهاز اللي معانا النهارده يعتبر 2.4 كيلو، فطبعا ده مش وزن تقيل وهو جهاز جيمنج. انت دلوقتي لو فكرت في البروسيسور اللي هو الاي 9 كارت الجرافيك الار تي اكس ال 3070 تي اي، دول لوحدهم اصلا بيخلي اي جهاز جيمنج يبقى تقيل جدا. لا الجهاز ده وزنه 2.4، اعتقد الوزن ده ما يعتبرش تقيل بالامكانيات اللي احنا واخدينها في الجهاز دوت. الشاحن بتاعه برده ما يعتبرش ضخم، لان معظم الاجهزه الجيمنج الشواحن فيها بتبقى ضخمه جدا. لا الشاحن بتاع الجهاز ده يعتبر وزنه محترم. طبعا بيفرق معاك لو انت بتحرك الجهاز فترات طويله مش عايزه يتعبك في الشيل والحط وانت تتحرك بيه في اي مكان. طبعا الجهاز اللي معانا النهارده 15.6، لو مسكته في ايديك هتحس ان انت ماسك 14 انش. هتقولي ليه؟ هقول لك لان معظم الاجهزه الحديثه بتبقى جايه حاجه اسمها سليم بيزلز. يعني ايه سليم بيزلز؟ يعني الطروف والحواف بتاعت الشاشه بتبقى رفيعه جدا ومش واخده من مساحه الشاشه، فهو مصغر لك الجهاز على قد ما يقدر عشان برضه يحسسك ان الجهاز مش ضخم ومش بالكي وانت شايله وانت بتتحرك بيه. دي نقطه تفرق معاك جدا لو انت حابب تتحرك بالجهاز في اي مكان من غير ما تكون حاسس ان انت شايل معاك تهمه او شايل معاك حاجه تقيله جدا. طبعا شركه ام اس اي لما فكرت تعمل ام اس اي كاتانا جي اف 66 فكرت ان هي تعمله باعلى امكانيات واقل سعر موجود في السوق. مش معنى ان هو اقل سعر موجود في السوق ان السعر قليل، هو ستيل برضه السعر غالي جدا ومش اي حد هيكون قادر ان هو يشتري الجهاز دوت. مش معنى كده ان هو ما يستاهلش ان انت تشتريه، لا يستاهل انت تشتريه لان كل الاسعار بلا استثناء دلوقتي بقت غاليه جدا. الجهاز اللي معانا النهارده لو انت دورت عليه اونلاين ام اس اي جي اف 66 كاتانا هتلاقيه اونلاين تقريبا. لو انت جبته من على اي بي او على امازون هتلاقيه في رينج سعر من 1600 ل 1700 دولار. وطبعا السعر ده ما يعتبرش قليل خالص، ولو انت حولته لمصري عقبال بقى ما تضيف عليه الشيبمنت وبقيه التفاصيل الثانيه هتلاقي ان السعر بقى عالي جدا. شركه تروجان عامله عليه اوفر مميز جدا جدا. لو انت حابب تشتري الجهاز ده هتلاقيه بسعر مميز جدا 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 في شركه تروجان. ممكن تبعت لي في الانبوكس تقول لي انا عايز اعرف سعر الجهاز ده ايه، ابعت لك سعره بالتفصيل وهقول لك لو كان الاوفر بتاعه لسه متوفر ولا لا، لان الجهاز ده يعتبر ليميتد ستوك. وشركه تروجان بتقدم لك عليه ضمان وبتقدم لك عليه كمان اسبوعين تجربه حمايه مستهلك، لو في اي حاجه ليك حق ان انت ترجعه او تستبدله. دي كلها مزايا واوبشن بتميز بيها الام اس اي كاتانا جي اف 66 لو انت بتدور على جهاز زي ما قلنا باعلى امكانيات فعلا موجوده في السوق حاليا دلوقتي واقل سعر ممكن تلاقيه. يا رب تكون الحلقه عجبتكم، لايك وشير وسبسكرايب لو الحلقه دي عجبتك، والسلام عليكم.